السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد مليان معلومات وحكايات غريبة. معاكم رجب الأسمراني. وقبل ما نبدأ خليني أقول لكم حاجة صغيرة. خليك دايما فضولي واسأل عن كل حاجة، لأن المعرفة هي اللي بتفتح لنا أبواب جديدة في الحياة. وفي الفيديو ده هنرجع بالزمن ملايين السنين ورا علشان نعيش مع بعض في عالم الديناصورات، ونكتشف إزاي الكائنات العملاقة دي كانت عايشة وإزاي اختفت من على كوكب الأرض. خليك معانا للنهاية علشان تكتشف الحقيقة كاملة. منذ ملايين السنين كانت الأرض كوكباً مختلفاً تماماً عما نراه اليوم، حيث لم تكن هناك مدن ولا بشر ولا حضارات، بل كانت الغابات الكثيفة تغطي معظم اليابسة، وكانت المستنقعات الواسعة والأنهار المتعرجة هي المشهد اليومي للحياة في ذلك الزمن الغريب. في هذه البيئة ظهرت مخلوقات عملاقة عرفت لاحقاً باسم الديناصورات، وكانت تتحرك ببطء أحياناً وبسرعة مذهلة أحياناً أخرى. بعضها كان يسير على قدمين، وبعضها كان يتحرك على 4 قوائم، وكانت تصدر أصواتاً مرعبة تسمع لمسافات بعيدة. وكان الخوف جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في هذا العالم القديم، حيث كانت المواجهات بين المفترسات والفرائس تحدث بشكل دائم دون توقف. ولم يكن هناك أي كائن يشبه الإنسان في ذلك الوقت، بل كانت السيادة كاملة لهذه الكائنات العملاقة التي حكمت الأرض لفترة طويلة جداً. عاشت الديناصورات في عصور مختلفة، واستطاعت أن تتكيف مع بيئات متنوعة بشكل مذهل، حيث انتشرت في القارات كلها، من الصحاري الحارة إلى المناطق الباردة، مروراً بالغابات الاستوائية الكثيفة. كانت بعض الأنواع تمتلك جلوداً سميكة تحميها من الأعداء، بينما امتلكت أنواع أخرى أسناناً حادة ومخالب قوية تسمح لها بالصيد بسهولة. وكان هناك صراع دائم من أجل البقاء، حيث كانت الديناصورات المفترسة تخرج للصيد في مجموعات أحياناً وتطارد فرائسها لمسافات طويلة. وفي نفس الوقت كانت الديناصورات العاشبة تحاول الهروب والدفاع عن صغارها بكل الطرق الممكنة. وكان لكل نوع أسلوب حياة خاص به جعله قادراً على الاستمرار لآلاف السنين داخل هذا العالم القاسي. يعد التيركس واحداً من أشهر وأخطر الديناصورات اللي عرفها التاريخ، حيث امتلك رأساً ضخماً وفكاً قوياً يحتوي على أسنان طويلة وحادة يمكنها تمزيق أقصى الجلود. كان هذا المفترس يعتمد على حاسة الشم القوية والبصر الحاد ليتمكن من تعقب فريسته حتى في الظلام. ورغم قوته الهائلة لم يكن وحده في هذا العالم، فقد كانت هناك أنواع أخرى عملاقة مثل الترايسيراتوبس الذي امتلك قرورا قوية مكنته من الدفاع عن نفسه ضد الهجمات. وكانت المعارك بين هذه الكائنات تحدث بشكل عنيف ولكن دون مشاهد دموية، حيث كان كل مخلوق يحاول فقط البقاء حياً في عالم تحكمه القوة والسيطرة. في لحظة غيرت تاريخ الأرض إلى الأبد، سقط نيزك ضخم في أحد المحيطات، محدثاً انفجارات هائلة وحرائق واسعة النطاق في الغابات والأراضي المفتوحة، وارتفعت كميات هائلة من الغبار والرماد إلى السماء، مما تسبب في حجب ضوء الشمس لفترة طويلة. هذا التغيير المفاجئ في المناخ أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير وموت أعداد ضخمة من النباتات. ومع اختفاء النباتات بدأت الديناصورات العاشبة تموت من الجوع، ثم تبعتها الديناصورات المفترسة التي لم تعد تجد ما تصطاد به. وفي فترة زمنية قصيرة مقارنة بعمر الأرض اختفت هذه الكائنات العملاقة تقريباً بالكامل، تاركة خلفها لغزاً كبيراً حير العلماء لعقود طويلة. بعد ملايين السنين بدأ الإنسان في اكتشاف بقايا هذه المخلوقات من خلال الحفريات المدفونة في الصخور، حيث تم العثور على عظام ضخمة وأسنان متحجرة وآثار أقدام قديمة ساعدت العلماء على رسم صورة تقريبية عن حياة الديناصورات وطبيعة العالم الذي عاشت فيه. وما زالت الأبحاث مستمرة حتى اليوم لكشف المزيد من الأسرار حول سبب انقراضها وكيف تطورت هذه المخلوقات عبر الزمن. وتبقى قصة الديناصورات واحدة من أكثر القصص إثارة في تاريخ كوكب الأرض، لأنها تذكرنا بأن العالم يمكن أن يتغير في لحظة واحدة. اكتب رأيك في تعليق
واشترك في القناة ليصلك كل جديد.